السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض نعمل النهاردة طاجن مكرونة لسان عصفور مفلفل بالكبد، تحفة. طعمه خطير وريحته تجنن وبمنتهى السهولة، وهنعمل كله في طاسة واحدة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طاسة على النار هنحط فيها معلقتين كبار من السمنة البلدي، وهننزل فيهم بفص المستكة ونتأكد كويس جدا ان المستكة ساحت والسمنة سخنة جدا. عندي المكرونة بتاعتي هنزل بيها واحمرها كويس جدا. طبعا السمنة هنا كتير، بس انا هستخدمها تاني بالتحمير. بس زي ما احنا شايفين مع بعض هنحمر المكرونة كويس جدا بعد ما اتأكدنا ان المستكة اللي احنا حطيناها دابت لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. بدأت تصفر اهي. هكون جهزت البرامات بتاعتي اللي انا هعمل فيها الطاجن. ممكن تستخدميها في برام واحد او في صينية او بايركس، او برامات حسب عدد افراد اسرتك، برامات صغيرة. هنصفي بقى المكرونة بتاعتي من السمنة على قد ما اقدر، وهستخدم نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها المكرونة. هحمر فيها الكبدة وهجهزها. طبعا صفيت المكرونة زي ما قلت لكم من السمنة على نار عالية. لازم الطاسة تكون سخنة جدا والسمنة اللي فيها سخنة جدا قبل ما انزل بالكبدة بتاعتي المشروفة كويس جدا ومنقوعة. انا عندي هنا استخدمت كبدة الفراخ اللي انا مجمعاها عندي من الفراخ اللي بعملها، والطاسة زي ما احنا شايفين والسمنة سخنة جدا. نزلت بالكبدة، لازم تكون سخنة عشان ما تنزلش المية بتاعتها. زي ما احنا شايفين بتاخد صدمة، وهنزل عليها براس توم وفلفل الوان وفلفل حامي لو حسب الرغبة، وبصلاية متقطعة. يبقى الإضافات اللي أنا حطيتها بصلاية، راس توم أو 5 فصوص توم كبار، وفلفل ألوان أو فلفل حسب الرغبة حامي أو بارد. وهشوحه كويس قوي. زي ما احنا شايفين الكبدة عندي ما نزلتش مية لأن الطاسة كانت سخنة جدا والسمنة كانت سخنة. لو انتي نزلتي بالكبدة في السمنة والطاسة باردة هتنزل المية بتاعتها. التوابل بتاعتي بابريكا وفلفل اسود بودر وبصل بودر ورشة جنزبيل. ما حطيتش ملح لحد دلوقتي. الخليط بتاعي هيدبل مع الكبدة زي ما احنا شايفين. الريحة طبعا خطيرة. عندي هنا طماطماية مبشورة هنزل بيها زي ما احنا شايفين. يا دوبك الكبدة عندي والخليط بيدبل وبياخد صدمة كده، يعني لونه بيتغير. وهنا الكبدة عندي عشان مشطوفة كويس ومتصفية كويس والسمنة سخنة والطاسة ما نزلتش مية. ده طبعا بيقلل من الزفارة بتاعة الكبدة. هنزل بقى بالملح بتاعي وهأديله تقليبة كويسة جدا. طبعا هنا الكبدة بتاعتي دخلت خلاص في السوا تقريبا استوت، والريحة تحفة واللون جميل جدا. تقدري تقدميها كده، هي فعلا كده استوت. تقدمي جنبها مكرونة او رز ابيض، بس انا النهاردة استخدمتها كطاجن لسان عصفور بالكبدة. تحفة والله، خطير جدا، جربيه مش هتندمي. خدت طبعا الخليط بتاعي وزعته على البرامات بتاعتي. في الوقت ده بكون مجهزة مرقة سخنة او مية سخنة. تقدري تزودي بشوربة لو عندك، او تزودي بمية بس لازم تكون سخنة. ومولعة الفرن درجة حرارة 180. هدخل الطاجن بتاعي دوت بعد ما ازوده مية او شوربة. انا هنا زودت مية. حطي المكرونة بالكبدة بمقدار عقلة صباع، مش كتير عشان ما تعجنش مننا. هي حسب نوع المكرونة اللي انت بتستخدميه. في مكرونة الحقيقة بتشرب مية وبتعجن، وفي مكرونة بتطلع ما شاء الله مفلفلة.
تقدري تستخدمي النوع اللي انت بتحبيه، بس خلي بالك. طبعا طلع عندي هنا بعد نص ساعة المكرونة شربت السائل واتسبكت واتفلفلت تحفة، طعمها وريحتها يجنن وبمنتهى السهولة، وما خدتش مني وقت ولا مجهود. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة ودعوة حلوة بالخير. معاكم فاطمة من أطيب وصفات مطبخ رودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله.